بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي لبعض الأول، نقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويشفي كل مريض ورزق كل مشتاق بذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح لنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة كده للثانوية العامة، وألف مبروك لكل طلاب الشهادة الإعدادية. دعوة بقى طيبة منكم كده للثانوية العامة، ربنا يكبر خاطرهم ويسهل لهم الصعب ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه. اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لإخواتنا في غزة، ربنا يلطف بيهم وينجيهم ويفك كربهم. اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بقى نخش على يومنا النهارده ونشوف هنعمل ايه. دخلنا المطبخ، كل يوم حيرة الاكل، كل يوم هنعمل ايه. يلا نشوف النهارده عملنا اكلة ايه وطلع معانا ايه. نسمي الله ونصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لنا في اللقمه اللي بناكلها. اللهم امين يا رب العالمين. انا كان عندي كبد بتاعت بط، مش فراخ، كمان كبد وقوانص. ماشي، المهم حطيتهم في ميه، غليتهم غلوتين، حطيت عليهم ورق لوري وفلفل اسمر وحبهان، غليتهم قولوا مثلا ايه 3 4 غلوات كده، وقمت شايلاهم وقمت ماسكاهم مقطعاهم زي ما انتم شايفين كده. قطعت القوانص لوحدها والكبد لوحدها والقلوب كمان مع القوانص، لان دي كبد وقوانص بط فبيغيب شويه في السوا من الشكل بتاع الفراخ. جبت شويه بصل زي ما انتم شايفين كده، وهعملهم هضربهم في الكبه دي. ويلا بينا على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. جبت لسان عصفور، انا هنا كيلو لسان عصفور يعني كيسين من اللي هو 300 جرام ده. ماشي، عايزه بقى اعملي نص، عايزه تعملي كيلو، شوف انت اسرتك قد ايه. مش عايزه تعملي الوصفه خالص، اقسم بالله ما بغصب عليك، اوعي تعملي اي حاجه. انت خشي سمي الله واذكري الله كده وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وخشي حط لنا لايك الحلو من ايدك. حابه تتفرجي معانا مفيش مشكله، مش حابه والله جزاك الله كل خير على دخولك معانا. وما عجبتكش الوصفه ما تعمليهاش خالص، مش مشكله يعني. بتعرفي تعمليها وانت شطوره واموره وبتعرفي تعملي كل حاجه، تبقى انت يعني حاجه كده زي الفل. ربنا يديك الصحه والعافيه. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين حطيت لسان عصفور، قلت بس عما الحله تسخن كده. انا لا حطيت عليه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، انا عايزه احط له حبه زيت وحته سمنه بلدي كده عشان يبقى طعمه حلو. هنا البصل اللي انا قطعته حطيت عليه شويه زيت، وزي ما انتم شايفين كده. ممكن تقولوا انتم مكتره البصل، عايزه اقول لكم ان البصل لما بيبقى كتير وبتكرمل مع اللحمه المفرومه مع الكبد والقوانص بيديلها طعم جميل جدا. ده وجهه نظري، وجهه نظرك حاجه غير كده براحتك، اعملي اللي تحبيه. حابه ان الكبد والقوانص اكتر من البصل برضك براحتك، اعملي اللي انت عايزاه. انا لا بغصب حد ولا جايه افرض على حد ولا جايه اعلم حد. انا جايه بنتكلم بندردش مع اخواتنا المحترمين، ربنا يبارك في عمركم. اللهم امين يا رب العالمين. وهنا كان عندي شويه شوربه، هعمل شويه ملوخيه برضو للي عايز ملوخيه. هنا بقى غليت الشوربه زي ما انتوا شايفين، هي اصلا كانت غلط وطفيت عليها لان ما كنتش يعني ايه متحكمه في الموضوع، عشان انا عملت الليله دي كلها بعد ما الكهرباء جت وكنت متاخره. حطيت عليه خلطه الفلفل الاحمر بالثوم. انا ما بطشش للملوخيه طش، عشان احنا بنتعب من الثوم، ما بطشلهاش طشه يعني. المهم حطيت بقى الخلطه اللي هي فلفل احمر على توم اللي احنا بنحطها على البرنجان وكده يعني. عاملاها لحاجات كتير، بنحطها في اكل كتير. وقمت حطها في الشوربه وسبتها لما تغلي بس كده، وحط لها ملوخيه ناشف. عاجبك الطريقه برضك اعمليها، مش عاجباك يا حبيبه قلبي يا اختي يا رب انت اشطر واحده في الدنيا كلها وست الكل وانضف واحده في الكون، فلك مطلق الحريه. المهم هنا زي ما انتم شايفين البصلايه برضو كانت اتشوحت ودبلت كده، فكده كده ايه هنزل عليها القوانص، بس القوانص والقلوب، انما الكبده لا. تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين بقى هحطها واقلبها كده، ولسان عصفور على العين برضو بيتحمر، كله في وقت واحد كده. انا مستنيه الشوربه تغلي عشان احط فيها الملوخيه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنا زي ما انتم شايفين بقى هحط شويه. الحله هنا سخنت بقى، الحلل دي بتسخن يعني ايه، بتاخد وقت كده عما تسخن. هنا الماما حطيت معلقتين زيت وحطيت معلقه سمنه حلوه، عشان السمنه تدي للسان عصفور طعم كده. عايزه تعمليها بقى برز بالخلطه براحتك، عايزه تعملي رز على شعريه براحتك، عايزه تعملي حمري شعريه مع لسان عصفور براحتك، عايزه تعملي لسان عصفور بس براحتك، لك مطلق الحريه. عايزه تعملي الكبد والقوانص وتسويها وتحمري مكرونه وتحطها معاها براحتك. شوفي
كل الطرق تنفع والاكلات كتير. بس انتي فكري كده، خلي دماغك تشتغل كده وانت هتطلعي احلى ما عندك. انا دايما في الصيف بحب ان انا ادور على الاكله اللي تبقى في حله واحده، بمعنى اصح كده، يعني نلم الليله كده ونخلص منها. هنا زي ما انتم شايفين الشوربه خلاص غلت اهي. هحط الملوخيه واقلبها واظبط ملحها وخلاص على كده. يبقى احنا الملوخيه معانا خلصت. ادي اول حاجه خلصت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نسمي الله كده عشان ربنا يكرمنا ونطلع احلى حاجه في الدنيا. كل اكلك يبقى مسكر وطعمه حلو وكل حاجتك حلو. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا منين، وبدأتوا تنظيفات عيد ولا لا. ربنا يجازيكم كل خير. هنا زي ما انتم شايفين انا بقلب الملوخيه. انا معرفش ليه الفيديو ده انا حاسه ان لساني تقيل، مش عارفه ان انا اسجل الفيديو. عايزه اقول لكم ان دي تاني مره او تالت مره اسجله. مش عارفه والله العظيم، حاسه باحساس غريب ان انا مش عارفه اتكلم او مش عارفه اقول اي حاجه. سبحان الله ولا اله الا الله، الحمد لله. المهم هنا زي ما انتم شايفين قلبت الملوخيه اهو. اظبطي بقى تقول الملوخيه بتاعتك زي ما انت عايزه. هتغلي غلوه وخلاص هطفي عليها وكده الملوخيه خلصت وبقت زي الفل. اللهم لك الحمد دائما وابدا. ما تنسوش اختكم بقى في كلمه طيبه تترد لكم بالمثل، كومنت حلو كده يترد لكم بالمثل. مش عارفه انا قلت ايه. هي كلمه طيبه تترد لكم بالمثل واللايك الحلو من ايديكم. ده المفروض، لان انا ما عدتش مسحه الفيديو وما عدتش اسجل تاني بصراحه، لان الموضوع معايا كده كتير كتير يعني اوفر يعني. يلا اللهم لك الحمد. هنا الملوخيه بالسمك اللي انا عايزاه. شوفي بقى السمك اللي انت عايزاه قد ايه واعمليه. هنا زي ما انتم شايفين حطيت لسان عصفور. لسان عصفور بدأ يتحمر. حطيت شويه سكر عشان يتكرمل كده شبه ما انت بتعملي الرز بالخلطه. حابه تعمليه اعمليه، مش حابه برضك براحتك. والقوانص لسه بتستوي على النار. اول ما تخش في السوا هحط الكبده. الكبده ما بتاخدش سوا كتير. هنا زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا بس بحرك السكر كده وبعدين هقلب الدنيا كلها في بعضها عشان كله ياخد لون واحد. وبعدين هسوي بعد ما الكبده تستوي يعني انا هسوي لسان عصفور لوحده. مش هدلقها عليها الا في الاخر. بس انا كنت بزود القوانص كل شويه حبه ميه عشان تستوي كده براحتها وتبقى مستويه، اللي ياكلها ما تبقاش يعني جامده تحت بقه. انا قلت لكم لو كبد وقوانص فراخ بتبقى سهله وبتستوي بسرعه، انما البط والله ما كانش عندي الا هي، فانا قلت برضو هتصرف وهعملها يعني. المهم ركنت لسان عصفور وطفيت عليه عشان بقلبه تقلبتين عشان يبقى بارد، ما يبقاش سخن فما يتحرقش. على فكره لو الحله سخنه هو هيحمر زياده. فالمهم هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو القوانص لسه ما اتعملتش، انا نقلتها على العين اللي قدامي شويه. هنا بعد ما استوت شويه خلاصي قربت على السوا. برضو هحط لها نص كوبايه ميه كده او ربع كوبايه ميه وبعدين هسيبها تستوي. بقى عمال اسوي لسان عصفور. هحط له قعده شبه الرز بالظبط وهسويه. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي في السريع كده. هنا زي ما انتم شايفين نقلت الكبد والقوانص ورا. احنا عمالين طول ما احنا واقفين بنبدل يعني. الكبد والقوانص بهاراتها قرفه، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، ملح. ما حطيتش اكتر من كده بصراحه. اهو ده كزبره ناشفه وحطيت قرفه وحطيت ملح وما فيش اكتر من كده. هحط بقى الملح. هنا بقى بظبط حدقها وعما الميه كانت تسخن عشان احط قعد لسان عصفور. لسان عصفور بطبخه اكني بطبخ رز عادي يعني مفيش مشكله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا زي ما انتم شايفين بقى خلاص اهو. دعوه ليا كده تترد لكم بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنحط قعد لسان العصفور وهظبط الميه بتاعته وبعدين خلاص بقى هسيبه بس يغلي غلوتين كده وبعدين هحط عليه الكبد والقوانص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احط الملح بتاعه اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. كل شويه بقى بشرب الميه كده اكنه رز يعني. هاخد بقى الخلطه دي كلها بالسوائل اللي فيها كده واقوم حطاها تتردد بقى. هو كان عايز كمان شويه ترديد. فهاخد بقى السوائل بتاع الكبد والقوانص كلها وقلبت. شايفين شكله عامل ازاي؟ هوريكم لما يتردد واستوى هيبقى عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. المفروض ان انا كنت حطيت له شويه زبيب بس انا نسيت والله. انا بقول الحقيقه يعني. هقول لكم انا عملت ايه وما عملتش ايه. هنا بعد ما تردد وبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله. ممكن تقدميه مع سلطه خضراء وبطاطس صوابع شيبسي اللي انت عايزاه. شوفي انت اختياراتك ايه وعايزه تقدميه بالشكل ان هو اعملي. عايزه ولادك كل واحد ياخد حبه كده مع شويه بطاطس صوابع مع حبه سلطه خضراء
يعني فضل ونعمة ورضا وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. انما انا كنت مستعجله فحبيت بس اصور لكم طبق لسان عصفور شكله عامل ازاي. بينفع في العزومات، بينفع في اي حاجه، حلو زي الفل. تعمليه لوحده برضك مشبع جدا، لانه شبه الرز والمكرونه بالظبط. فما شاء الله لو جربتوه بقولوا لي ان انتوا جربتوه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان هو مفلفل وجميل والله. في نظري انا، في نظر ولادي، الحمد لله اللهم لك الحمد ان هم حابينه. فالحمد لله فضل ونعمه ورضا يا رب العالمين. ديمها علينا نعمه وفضل يا رب العالمين. اللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. اتمنى لكم ايام سعيده، عيد مبارك عليكم ان شاء الله. يا رب يجعل ايامكم كلها فرح وهنا وسعاده ويصلح حالكم، ومبروك لكل ولادكم اللي نجحت، وربنا يوفق الثانويه العامه يا رب في اللي جاي. اتمنى لكم كل الخير والسعاده والهنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. متنسوش اختكم في كلمة طيبة تترد لكم بالمثل. استناكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.